السلام حبوباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا وتكونوا بصحه جيده. اكيد الصحه هي كلشي يا البنات. ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جديد على القناه. واول حاجه بغيت نشاركها معكم هي هاد الزلقه هذه البنات اللي كتشوفوا فيها صراحه غزاله بزاف، وقلت ضروري ما نشاركها معكم. بحال هكا الا كانوا عندكم وليداتكم قد بنتي او لا، مهم راكم عارفين في داك لاج اللي كيكونوا الدراري اكتيف وكيبغيو يلعبوا بزاف، غادي تنفعكم البنات بزاف هذه. انا بنتي شخصيا حماقت عليها ولقيتها اكسيون داكشي باش قلت خاصني نشاركها معكم ونقول لكم حتى المحل منين خديتها، باش هكا البنات اللي في المانيا او لا في بلايص اخرين وكانوا بغاو ياخذوا الالعاب بحال هكا لوليداتهم يكونوا هكا عارفين واخدين فكره على الاثمنه. هذه كيف ما كتشوفوا القياس ديالها دايرينها ابتداء من عامين، يعني ابتداء يعني من 24 شهر. الا كان الطفل ديالك يعني وصل عامين فغادي يقدر يعني انه يلعب بها. كيف ما كتشوفوا هكا البنات دايره فيها هاد جوج دريجات بحال هكايا. صراحه في الاول انا كان كيصحاب ليا بنتي ما غاديش تقدر تطلع عليها، ولكن كيف ما كتشوفوا الدريجات لهم يعني ساهلين دغيا كيطلعوا فيهم الوليدات. هو في الاول ردوا ليهم البال حتى تشوفوهم انهم يعني تعلموا يطلعوا مزيان، وداكشي عاد خليهم بوحديتهم يعني يلعبوا بوحديتهم. عجبني في هذه البنات انها يعني دار في الدار وكذلك يعني حتى في الجرده. يعني دابا انا درت عليها غير في الدار حاليا لحقاش باقي الحال شي شويه بارد عندنا، حتى يبدا يسخن شي شويه الحال غادي نخرجها ليها تبقى تلعب بها حتى برا. هذه غادي تنفعكم سواء كانت عندكم جرده او ما كانش عندكم، ديروها ليهم غير في البيت ديالهم في الغرفه ديالهم فشي يعني اسباس اللي يكون اصلا راه ما تشدش لي سباس بزاف كيف ما كتشوفوا شي اسباس يكون بحال هكايا. المهم انايا درت ليها غير هادو فاش كتزلق كتجيني شان في هذه يعني ما باش ما تقصح ما حتى شي حاجه. درت تحت منها طابي كيف ما كيبان لكم، درت فوق منها كتلعب بهم وصافي. صراحه حماقت عليها يا البنات. غادي نقول لكم المحل البنات سميتو يا فول. بالنسبه للبنات اللي في المانيا ما عرفتش واش كاين يعني في الدول الاخرين، باقي الدول الاوروبيه الاخرين ما عرفتش. المهم قلبوا الا لقيتوا هذا المحل هذا. انا صراحه ما كنتش عارفاه نهائيا يعني غير دوك الاشارات اللي كيجيوني للدار. المهم مره كنبقى نشوف هكا دوك الاشارات وعجباتني هاد لاكسيون هذه ومشيت قلبت عليه. يعني ما لقيتوش بعيد عليا بزاف، تقريبا غير واحد 30 دقيقه من عندي للدار صافي. ومشيت لقيتهم ما كاينينش، طاروا صراحه. وهذيك اللي خدامه تما سولوها قالوا لهم الا عندهم شي فيليال اخر ولا شي حاجه غادي يقولوا لكم فين وسيروا تقدروا تلقاوهم. هادشي هو اللي درت انا. قلنا واحد السيده اللي خدامه في داك المحل نيت قالت لنا راه كاين واحد الفيليال اخر قريب من هذا باقيين فيه، وداكشي اللي درنا ومشينا ولقيناها. المهم البنات الثمن كانت دايره تقريبا ما وصلش 30 اورو، ما عقلتش بالضبط يعني شحال كانت. واقيلا شي 25 او 26 يعني ثمن مناسب. انا في الاول كنت باغا ناخذها ليها يعني فحال هكا من امازون او شي سيت فحال هكايا، كنلقاهم يعني غاليين. وحتى الكاليتي ديالها البنات غزاله بزاف كيف ما كتبان لكم، زوينه وصحيحه يعني ماشي شي كاليتي اللي غير هكايا وصافي، بالعكس صحيحه. من جهه بالنسبه اللي عنده الوليدات وبغى يفرحهم شي شويه ياخذ لهم بحال هكا يكون ديزاكسيون زوينين في هذا الفصل هذا. كيزعموا يعني الانسان انه ياخذ الالعاب لولادو داكشي. وغير ردوا البال البنات حتى دوك الاشارات اللي قلت لكم كيجيوكم للدار راه كيكونوا فيهم ميزات واعرين، بالاخص بحال هكا هادشي الالعاب وهادشي. يعني الا مشيتي بلاصه الالعاب راه كيكونوا غاليين مقارنه بحال شي محل فحال هكا. نفس المحل البنات خديت هاد التريبود هذا اللي كيتحط عليه التليفون. بعض المرات كنبغي نصور هكا بالتليفون كتكون الكاميرا ديشارجات ليا ديجا وما كنلقاش يعني باش نصور، نبغي هكا نصور بالتليفون. ولا حتى الا خرجت بحال هكايا كنحتاج مره هكايا نصور لكم ولا شي حاجه. حتى هذا عجبني والثمن ديالو لقيتو منقصين فيه يعني 50%. ها نتوما كتشوفوا الثمن ديالو داير ب 4.99. عجبني فيه انه صغير وتقدر ديريه غير في الساك ديالك. هذا ماشي بالضروري انك يعني تكوني كتصوري في اليوتيوب اولا كديري فيديوهات وهذا، بالعكس تقدري تصوري به حتى بريفي، طيو تصوري به ما كاينش حتى شي مشكل. ولا حتى الا كنتي كتبغي هكا تخرجي وتصوري بحال هكا شويه في الطبيعه ولا هكا يبقى ستابل، ماشي كتشدي التليفون هكا يعني بيدك وكتصوري كيبقى يتزعزع. هذا كيخليها بعدا ستابل. غادي نوريكم كيفاش داير. هو صراحه صغير ولكن بالعكس انا عجبني عملي، يعني ديريه في الصاك ديالك تخرجيه معاك وكلشي. كما كتشوفوا البنات كيتحل. وتا هاد الرجيلات هادو تعوجوهم يعني على حسب كيفاش بغيتو توقفوا التليفون ديالكم. ديجا كتجي معاه واحد اخر نوريها لكم.
تجي معاه هذه البنات اللي كتشد التليفون، اللي كتركبوا فيها التليفون كيف ما كيبان لكم هكا. وكيف ما قلت لكم ماشي بالضروري انكم يعني تحطوه وتصوروا الا كنتو بغيتو تصوروا فيديوهات ولا شي حاجه، ولكن حتى فاش كتكونوا خارجين وكتصوروا بحال هكا البنات، الا شديتو التليفون بحال هكا وصور صوره كيبقى ستابل على انك تشدي التليفون وتصوري به بحال هكا. المهم هذه عجباتني وجاتني بثمن مناسب وكنت محتاجاها بزاف بزاف بزاف. وخديت منهم كذلك، خديت منهم هاد العلاقات ديال الحجابات ديال الزيف. صراحه كنت كنقلب عليهم ولقيتهم ديجا في واحد المحل، لقيت غير وحده من هادو لقيتها دايره ب4 اورو، وهذه لقيت فيها يعني جوج علاقات. هادو غنحلها لكم وتشوفوا كيفاش دايره. لقيت فيها جوج يعني بجوج اورو، يعني اورو 99، يعني بحال قلتو اورو الوحده. المهم عجباتني بزاف، كنت محتاجاها صراحه. ديما كنبغي نعلق الحجابات بحال هكايا، بالاخص اللي ما كيكونوش كيتكمشوا، غادي يصلحوا في هاد العلاقات بزاف البنات، وراه براتيك يعني غير تعلقوهم ما كيشدوش البلاصه بزاف. وخديت منهم كذلك واحد السروال اللي عجبني في هذا الصيف اللي جاي، وبالاخص مع الكريشه راكم عارفين. لقيتو يا البنات، شوفوا الثمن ديالو باش لقيتو كان كيدير ب10 ولقيتو داير ب3 اورو. المهم اللي عجبني فيه هو انه السميطه ديالو دايره بحال هكا، يعني ماشي من دوك السراول، لان يعني ماشي من دوك السراول اللي مزيرين يعني على الكرش، دايرين على الكرش ديجا راه كيتجبد كيف ما كيبان لكم، ودايرين فيها السميطه هذه اللي عجبتني يعني مع الكريشه. والصيف دابا والتوب ديالو البنات راه رطيط بصراحه. التوب ديالو البنات كيف ما كتشوفوا راه رطيط. ها نتوما ما عرفتش دابا واش كيبان لكم في الكاميرا، هو راه كحل بزاف بزاف، غير الكاميرا دابا كتبينو انه باهت، ولكن راه كحل البنات بزاف. وهنايا فيه كما كيبان لكم فيه جويبات، هنايا فيه جويبات. المهم خديت هذا الطاي اس، وكذلك خديت منهم هاد الصابو هذا. صراحه كيعجبوني هادو، وتصدمت صراحه من الكاليتي ديالو، عجبتني بزاف. وتخيلوا يا البنات معايا شحال لقيتو ها نتوما كيف ما كيبان لكم 5 اورو. هادو البنات في ايامات البرد راه ما تلقاوهمش بهاد الكاليتي هادي نهائيا. ها نتوما شوفوا كيفاش داير من الداخل، وحتى في هنايا يعني حتى في هاد السميله ديالو راه مريحه، يعني كان كيصحاب لي غادي يجيني قاصح ولا شي حاجه، بالعكس جاني مرتاح بزاف وعجبني. المهم هادو كيعجبوني بزاف، بحال هكا الا خرجت غير هكا في الجرده اولا تلبسيه هكايا حتى في الدار، ما تبقاي لابسه في الصنداره في الدار، بالاخص الا كان جاي عندك شي واحد. هذا تا هو عجبني. المهم كانوا هادو من المشتريات، ما خديتش شي حاجه بزاف. حتى الاواني البنات عندهم اواني واعرين ديال الدار، عندهم ديكوراسيون واعرين ديال الدار. راني درت لكم جوله فيه وصورتها لكم، الا كنتم مهتمين غادي نخلي لكم الفيديو القادم، غادي ننزل لكم الجوله اللي كنت درت في هذا المحل هذا. المهم عندهم هميزات واعرين بزاف. الناس كنبغي نبارطاجي معكم يعني شي حاجه اللي كتكون انا عجباتني وشتها، ويعني ماشي غير صافي هكايا صورتها لكم وغادي نبارطاجيها معكم، بالعكس حتى كتكون عاجباني ديك الحاجه، وكنكون يعني كون بثمن اللي معقول. يعني كنبغي حتى نتوما بحال هكا بحال هاد المحلات هادو تكتشفوهم وتمشيو ليهم، علاش لا تلقاو فيهم حتى نتوما داكشي علاش كتقلبوا. المهم دابا غادي نخليكم غندخل الكوزينه. راكم عارفين الكوزينه اون فوا كتدخلي لها راه ما غاديش تسالي منها. الغدا ديجا راني تقريبا وجدت فيه كلشي. غادي نصايب معكم دابا واحد الكيك يجي غزال يا البنات بزاف بزاف بزاف، غير جربوا. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا كاع الجو غزال غزال غزال. وفاش كتخرج الشميشه ديجا كنت شاركت معكم واحد البوست فيه هاد التصويره هادي. ديما فاش كتخرج الشميشه صراحه كنستغلوا الجو بحال هكايا، كندير شي حاجه هكايا اللي ناكلوها على برا كنشويوها ولا شي حاجه احسن يعني ما ديري دائما طاجين ولا شي حاجه. المهم انا كيف ما كتشوفوا ديجا كنت شاركت معكم التتبيله ديال هاد لي بغوشيت هادو، صافي شرملتهم بالطريقه يعني اللي ديجا كنت شاركتها معكم. وكذلك درت الكوتليت ما شاركتوش معكم هنايا في الفيديو لحقاش ما لقيتش داك المقطع اللي كنت صورته لكم فيه. وبالنسبه باش رافقت هاد المشاوي هادو رافقتهم بالعصير الحامض اللي ديجا كنت شاركته معكم في القناه الفيديو اللي فات. الا كنتو مهتمين سيروا شوفوه، الطريقه غزاله وكيجي واعر يا البنات بزاف. وكذلك الشلاضه ديالي المغربيه اللي كان حماق عليها هي بالبصله ومطيشه، كنموت على هذيك السلطه. وكذلك السلطه ديال الارز والخضار، يعني درت فيها بطاطا وخيزو والمايس، تقدروا تزيدوا اي حاجه بغيتوها. المهم هادشي هو اللي درت في الوجبه ديال الغداء. نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي غزاله 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 بزاف،
وما تشبعوش منها. تقدروا ديروها للضيوف ديالكم، تقدروا ديروها يعني هكايا الفطور ديالكم. المهم كتجي زوينه بزاف، غير جربوها وردوا عليا. المقادير كيف ما كتشوفوا غادي نحتاج 3 ديال البيضات، واحد السكر ديال الفاني، ساشي ديال الفاني، تقدروا تعوضوه بالفاني اللي كيكون هكا ليكيد، واحد الساشي ديال الخميره هذه ديال 16 غرام، هذه متوفره ديال 16 غرام، تقدروا ديروا ديال جوج ساشيات ديال 8 غرام، رشيشه ديال الملح، كاس ديال السكر، يوغورت طبيعي. المهم هنايا تقدروا تعوضوه الياغورت ديال الفاني الا ما كانش هذا متوفر. انا كنفضل كندير يعني هذا اللي كيكون طبيعي. كيسان ونص العبرت ديال الطحين بنفس الكاس ديال العنبه، وكاس ديال الزيت ما يكون ما عامرش يعني بزاف. وهنايا بالنسبه للمكسرات فعندي الكركاع، اللوز، الزبيب كيف ما كتشوفوا قطعتهم بحال هكايا، هرستهم بحال هكايا كيما كيبان لكم. شدوا يعني غير شي بابي بحال هكا ديال كويزين، وحطوا فيه اللوز ديالكم والكركاع ودقوه بشي كاس صافي. راه دغيا كيتهرس. ما بغيتش ندوزو في الطحانه باش ما يتطحنش عاوتاني بزاف، باش يبقى ليا هكايا يعني باين كيف ما كتشوفوا. تقدروا ديروا البيستاش، تقدروا تزيدوا لاكاجو على حسب الذوق ديال كل وحده فيكم. انا الزبيب يعني ما كثرتوش بزاف، درت منه غير شويه حيت ما كيعجبنيش بزاف. تقدروا ديروا دوك الحبيبات ديال الشكلاط حتى هما كيجيو زوينين. هنايا بالنسبه للمرحله ديال اللي غادي نضيف فيها المكسرات، باقي غادي نزيدكم فيها مكونات اخرى كيف ما غادي تشوفوا معايا. هادو هما المقادير. ندوز معكم الطريقه. وهنا اول حاجه غادي ندير البيض. الا ما كانش يعني العجانه تقدروا تستعملوا غير الباتور يعني العادي. غادي ندير 3 ديال البيضات، من بعد غادي ندير لهم غادي نزيد عليهم ساشي ديال الفاني، وغادي نزيد عليهم رشيشه ديال الملح والسكر، ونخليهم يضربوا حتى كيبيض الخليط كامل كيف ما كتشوفوا. من بعد كنضيف له كاس ديال الزيت واليوغورت الطبيعي، وكنعاود نحرك شي شويه. وهنا كنستغنى على الطراب يعني الكهربائي، غادي نكمل يعني غير بيديا. الطحين ديجا كتغرب له ضروري باش ما يبقاوش لكم دوك التكتلات، دوك الحبيبات ديال الطحين. وصافي من بعد كتبداو تزيدوه تدريجي في الكيك ديالكم غير شويه بشويه، ماشي ديروا كلشي دقه باش ما يهبطش لكم ديك العجينه. ومن بعد كنضيف كذلك الخميره ديال الحلوى حتى هي ما كنسبقاش هي الاولى. البنات ضروري حتى كديروا الطحين عاد ديروا الخميره باش كتعطي داك المفعول ديالها اكثر. وصافي من بعد كنكمل كاع الكميه وكنكبها في المول. انا اختاريت هذا المول هذا اللي كيكون طويل. نتوما تقدروا تختاروا اي مول يعني اللي كيعجبكم. تقدروا ديروا دائري اولا داك اللي كيكون يعني مفتوح من الوسط. انا اختاريت هذا، دائما كيعجبني هاد الانواع هادو ديال لي كيك، كيعجبني نديرهم في هذا المول هذا اللي تيجي طويل، وباش كيتقطعوا كيجيو يعني حتى تقطيعه زوينين. واخر مرحله من بعد ما تكبوا الخليط ديالكم في المول هي غادي تشدوا واحد الساشي ديال الفاني، غادي تزيدوا على دوك المكسرات وتخلطوا مزيان، وعاد تفرقوهم يعني فوق الكيك. هذه هي اخر مرحله. الفران كتكونوا سخنتوه على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وكنخليه تقريبا انا كيدي ليا واحد ما بين 30 دقيقه حتى 40 دقيقه، والكيك ديالكم كيكون طايب. ومن بعد ما كيطيب خليته حتى برد، وهكا كيجي الشكل ديالو النهائي، كيجي غزال يا البنات بزاف. غير جربوه. بالنسبه للمكسرات البنات تقدروا تضيفوا اي مكسرات كيعجبوكم. تقدروا تضيفوا كذلك البنات التفاح، طريفات ديال التفاح الا كنتو بغيتوهم نتوما تقدروا تزيدوهم يعني من الفوق. المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار، تفننوا فيه كيف ما بغيتو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انني نكون فدتكم ولو بشي شويه وما تكونوش خرجتوا يعني من هذا الفيديو هذا بلا حتى شي فكره. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تخليوا لي اكبر عدد من اللايكات. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ونخليكم بخير وعلى خير. باي باي.